السلام عليكم. اليوم نروحوا إلى ولاية بجاية لنقف عند الأشغال تاع التجديد والتهيئة والتجهيز تاع الأنفاق خراطة اللي سمح باستعمال الطريق كلية، يعني 100%، مع إذن تخصيص اتجاه واحد لكل طريق. إلى يومنا هذا بعض الأنفاق ما زالت لم إذن تستعمل بسبب عدم انتهاء الأشغال تاع التجهيز هذه الأنفاق بكل وسائل تاع السلامة المرورية. نترككم إذن تتابعون هذا التقرير عن الموضوع. والسلام عليكم. انسيابية كبيرة تشهدها حركة السير، وارتياح أكبر يسجله مستعملو الطريق الوطني رقم 9 بعد أشهر قليلة من فتح هذا المسلك الاستراتيجي العابر لمضايق خراطة. في الآلي ولا في الروتور ما شاء الله، ميم طريق منا روعة. السيركيلاسيون ماك شعريضة مليحة، الله يبارك. ما نتعبوش فيها خلاص، ماشي كيما وقت فات. تنقص شويه الحالة، يقول لها بريد يسدو، مام سيركيلاسيون ثقل ولاش. بالتوازي مع تقدم أشغال وضع الدعامات الوقائية الأمنية لهذه المنحدرة الصخرية، تشارف أشغال إعادة تأهيل النفق الأولي على الانتهاء وفق معايير تقنية مضبوطة. على مستوى النفق الأول الممتد على طول 1500 متر من مشروع تهيئة أنفاق خراطة، أشغال الهندسة المدنية اكتملت كليا 100%، أما أشغال إلكتروتقنية تسير بوتيرة متسارعة. النفق الأول رانا في تقريبا في 95%، رانا في وشك الانتهاء. كذلك في النفق الثاني كذلك هذا الأشغال راها جارية، من جارية بالنسبة للتأهيل. كذلك هذه المشروع هو هام جدا، وعصرنت الأنفاق التي على معايير الدولية فيما يخص السلامة المرورية داخل الأنفاق. مشروع استراتيجي يهدف إلى تحسين السلامة المرورية وتسهيل حركة النقل والتنقل عبر هذا الشريان الحيوي الذي يربط الساحل الشرقي لولاية بجاية بالهضاب العليا.